مع ما لديهم من مشكلة مع الفرنسيين، ونحن نعرف أن اليمين المتطرف داخل فرنسا واليمين المتشدد ما يعرف لا دروا دير بقيادة خاصة روتايو، ولكن اليمين المتطرف بقيادة بنت السفاح وبارديلا وزمور والمجموعة كلها، واستخدامهم لبعض الجزائريين من بينهم بوخرس الذي تحول إلى أداة في يد اليمين المتطرف. بخرس واحدة 3 ولا 4 راهم معاه هناك، لم يعودوا إلا عبارة عن أدوات في يد اليمين المتطرف. ومرة أخرى لأن جاتني بعض التساؤلات، بعض إخواننا اللي كثير منهم رحبوا، قالوا كنا نتمنى لو كان حديثك على بخرس من قبل، لأنه كان ظل يكذب وإلى آخره. لكن أنا مرة أخرى نقولها، أنا لا أخضع لردود الفعل. عندما أتحدث على موضوع يجب أن يكون هناك له إطار وله أسباب وله دواعي. أنا لا أدخل في الخصومات الشخصية. القضية أنا هنا في معركتي ليست شخصية مع أي كان. قد تبدو في بعض جوانبها أو في بعض تجلياتها أنها شخصية، ما عندهاش علاقة بالأشخاص. بالعكس، هذا بخرس مثلا أنا دعمته دعم شديد لمدة 4 سنوات، لكن الحق أحق أن يتبع، وكانت كلمتي مشهورة معه ومع غيره: يجمعون الحق ويفرقون الباطل. فقلت أن بخرس والحقيقة والسفاوي وآخرين في فرنسا بخصوص الآن يستخدمه اليمين المتطرف ضد النظام للجحيم. احنا معركتنا الأساسية هي مع النظام، هذه هوامش فقط. لكن في فرق، مرة أخرى نقولها لإخواني يجب أن ينتبهوا له مليح، في فرق ما بين المعركة مع نظام الحكم الفاسد المفسد المجرم اللي جعل البلاد متخلفة فاسدة منهارة وأوضاع سيئة جدا للناس، تفقير الناس، تعطيل الناس إلى آخره، والجزائر كوطن، الجزائر كبلد، الجزائر كدولة. نحن نفرق بين نظام الحكم الذي يأسر الدولة. الدولة هي مؤسسات وأجهزة، اليوم راهي في يد نظام حكم إجرامي. يجب أن نكون من الذكاء والحكمة أننا ونحن نهدم هذا النظام بإذن الله ونسعى إلى هدمه، أنه الدولة لا تهدم، البلد لا يهدم، الوطن لا يهدم، المجتمع لا يهدم. يجب الناس أن يفهموا هذا جيدا. بوخرس وكما قلت 3 أو 4 جزائريين، راهم بدل ما نذكرش الأسماء القذرة هذه، هم أصبحوا أداة في يد اليمين المتطرف واليمين المتشدد ليأخذوا ريتايو وتقود أطراف أخرى. هنا الإشكال. لكن وهي هذه بعد البرنامج قبل يومين إلى آخره، أنت تقول باللي النظام ونظام خرج، ووكالة الأنباء دارت مقال تاع أطروحة ماجستير، مقال طويل. عندما تتحول وكالة الأنباء إلى السفاسف وإلى التفاهة بدل من أن يكون الرد من جهات رسمية